من النهاردة ما تشتروش البابريكا من برّه، وتعالوا دايمًا نعملها في البيت من غير ألوان صناعية، وبجد الريحة والطعم مختلفين تمامًا عن اللي بنشتريها جاهزة، فيالّا بينا نشوف هنعملها إزاي. جبت كده الفلفل الرومي الأحمر الحلو، واختاروا كده الفلفل يكون لونه أحمر كويس علشان البابريكا تطلع حلوة. غسلته ونشفته وبعد كده قطعته وشِلت منه أي أجزاء بيضا زي اللي أنا باشيلها دي، قطعته أي تقطيعة رفيع تخين مش هتفرق. جبت الair fryer ووزعت كده الفلفل فيها، وهاضبط درجة الحرارة على 80 لمدة ساعة أو ساعة ونص على حسب يعني الكمية اللي انتوا حاطينها. المهم كل شوية كده تفتحوا وتقلبوا، وأول لما يبقى صوته كرانشي كده ونشف خالص يبقى كده تمام. أنا كمان عملت جزء منه في الفرن على أقل درجة حرارة، وتسيبوه بقى لحد ما ياخد وقته. بعد كده بتسيبوه يبرد، وهو بعد كده بتطحنوه في المطحنة. لو عايزين تصفوه علشان مثلا عايزينها ناعمة خالص براحتكم. أنا حطيتها بقى دلوقتي كده في طبق، وحطيت فحم علشان أديها كده ريحة التدخين. لو مش حابين الخطوة دي خلاص استغنوا عنها. حفظتها في برطمان وكتبت عليها، وبجد ريحتها وطعمها مختلف جدا عن اللي بنشتريها. جربوها.